قول لي بصراحة كده، آخر مرة دخلت فيها محرك البحث جوجل خرجت منه ولا اكتفيت بالإجابة اللي طلعت لك في الاي اي مود؟ على فكرة في دراسة جديدة بتقول لك إن أغلب الناس بقوا بيعملوا كده بالظبط. في تجربة اتعملت على 37 شخص، كل واحد فيهم عمل 7 عمليات بحث مختلفة، واللي حصل حوالي 75% من الناس ما ضغطوش على ولا لينك، كلهم اكتفوا بالاجابات اللي الاي اي مود كتبها فوق، وكانهم خلاص لقوا اللي عايزينه هناك. وده معناه اننا كبشر بدانا نبقى واثقين في الذكاء الاصطناعي اكتر من المواقع نفسها. حتى المنتجات الناس بقت بتتفرج على المعاينه الصغيره اللي بتظهر فوق لمده 9 ثواني، ومش بيكلفوا نفسهم يدخلوا يشوفوا حتى باقي التفاصيل. فكر فيها كده، زمان كنا بنقول اللي في اول نتيجه هو الكسبان، دلوقتي بقى اللي الذكاء الاصطناعي بيذكره هو اللي فعلا كسبان. الظهور بقى اهم من عدد الزيارات، وده معناه ان اللعبه بتتغير، والاي سي او القديم هنا ما بقاش كفايه. الذكاء الاصطناعي ما قتلش محركات البحث، هو بس بيعيد تشكيله، واللي هينجح في المرحله الجايه هو اللي هيعرف يخلي محتواه بطريقه مفيده وسهله للفهم. وده مش بس للبشر، لا ده كمان للاي اي.